الخير عليكم، صباح سعيد. نتمنى الخير والسلامة والصحة والعافية لجميع المغاربة بصفة عامة، مشاهدينا متابعينا في هذا البث المباشر الآن من مدينة مراكش. كما تشوفوا هاد الأيام يعني جو بارد، غيوم على مستوى السماء. كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر الله يحسن العوان. الناس ديال مدينة مراكش اللي صبحنا هذا الصباح، وخصوصا ساكنة حي المسيرة الآن تبحث عن يعني تاكسي صغيرة ولا كبيرة باش أنه نحو الوجهة ديالها للعمل. نعرفوا بأنه مشكل ديال النقل مشكل كبير، رغم أنه تم وضع هذه الطريق الثلاثية الحافلات الكهربائية لنقل المواطنين، ولكن لحدود الساعة باقي الناس في هذاك المشكل ديال النقل إلا من رحم ربي بطبيعة الحال. اللي عنده دراجة نارية راه تيقضي الغرض ويعني تيشد الطريق وتيسر الأمور. هذه عبارة تشوفوا العدد الهام والمهم ديال الناس، ديال المواطنات والمواطنين اللي خارجين الشارع في هذا الصباح باش انهم تنتظروا النقل. خصوصا هذا الصباح هذا تنتظروا النقل، تنتظروا فرصة باش يركبوا باش يمشيو العمل ديالهم. الله يحسن العوان في هذا الصباح هذا. مشاهدينا جو جميل جميل، برودة، يعني كاينه هاد البرودة مع الصباح، يعني غيوم كاينه في السماء. اللهم لك الحمد. يعني واش هادي تكون شونجمون في الجو؟ هذا هو السؤال. يعني كاين واحد زحف عمراني كبير جدا في مدينة مراكش. كما تشوفوا الان هذا هو الجو تقريبا اللي كان هذا الصباح. يعني الجو غائم، كاين واحد البرودة، يعني كاين واحد شويه ديال البرد خفيف جميل. يعني ربما هذه سينسي ساكنة مدينة مراكش هذيك الايام الساخنة، يعني الايام ديال الصاد بهذه العبارة. الجو هذا الصباح او صبيحة هذا اليوم، يعني كاين هذاك النسيم يعني اللي يريح الصدور. ما احوجنا هذه الايام اللي كنا دوزنا السخونيه كما تنقولوا، دوزنا الصاد في مدينه مراكش، ما احوجنا انه يعني بقى مستمر هذا الجو هذا، يضرب شي شويه هذه الايام الساخنه اللي كانت ضعفها مدينه مراكش بصفه عامه. مشاهدينا متابعين، يعني الجو رائع. شوف هاد الازمه ديال الصباح بالنسبه للنقل، يعني خاص دراسه في هاد المساله هادي، خاص اعاده التوجه فينا هو هذيك الحافله الكهربائيه اللي كان يعني تتوقف الناس وتتهز الناس. هذا هو السؤال. كاين عدد كبير ديال المراكشيين يتسناو انه فرصة الركوب، يعني باش يركبوا مساكن الله يحسن العوان، بخلاف الناس اللي عندهم الدراجة النارية ولا عندهم هذا هو الجو هذا الصباح. كما تشوفوا هذا هو الجو هذا الصباح كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر. يعني غيوم هذا الصباح، يعني الامس سمعنا بانه كاين امطار على مستوى مرزوقه، ربما هذه تكون تغيرات مناخيه هذا الاسبوع هذا، لربما وعسى ان تكون تغيرات مناخيه
مشاهدينا بطبيعة الحال. وحنا نتمناو انه الاستقرار ديال الجو، لانه تيساعد بطبيعة الحال انه على بزاف ديال الامور. ما احوجنا للامطار، يعني ما احوجنا انه يكونوا امطار الخير، لانه تنعرفوا بانه الماء الصالح للشرب، او انه نسبة الماء الصالح للشرب على مستوى السدود، على مستوى الابار، على مستوى حقينة السد بصفة عامة قليل جدا. وبالتالي نتمنوا انه في السنوات المقبلة ان شاء الله انه المغرب يتجاوز هذه المرحلة ديال ندرة المياه او قلة المياه جوفية او على مستوى السدود او الانهار بصفة عامة، باش انه يكون هناك سنة. لانه احنا الان تقريبا وصلنا تقريبا 6 سنوات عجاف عفوا 6 سنوات عجاف بدون مطر. 6 سنوات عجاف بدون مطر. كانت امطار خفيفة فقط عزت حقينة السدود والمياه الجوفية نسبيا، تنقول نسبيا، ولكن ما ساعدت بهذاك الشكل الكبير في توفير الماء الصالح للشرب، يعني بالنسبة كافية لجميع المغاربة مشاهدينا. اذا على العموم تنتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية في هذا البث المباشر الصباح، يعني تكونوا بألف خير وسلامة وعافية إن شاء الله، وأنه تكون أموركم على خير. وبالنسبة للناس اللي في عطلة سعيدة، الناس الآن اللي في عطلة بطبيعة الحال، و الناس اللي مازال ما مشاوش نتمنوا أنه إن شاء الله يفرحوا وليداتهم ويمشوا يدوزوا العطلة ديالهم في ظل الظروف الغلاء والمعيشة بصفة عامة. تحياتي لكم وصباحكم سعيد. إلى بث مباشر إن شاء الله آخر على قناة الشوق.